يأتي من طقوس يوم الجمعة في مختلف البيوت الإسلامية قراءة سورة الكهف، فهي إحدى السنن النبوية التي جاءت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعرف الكثيرون فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للحصول على ثوابها العظيم، فهي نور يهدي من يقرأها، فهي كافية للمسلم عن فعل المعاصي وترشد المسلم إلى طرق الخير والابتعاد عن الشر، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضوء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وأخرج مسلم في صحيحه بحديث طويل متعلق بالدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. بينما قال البعض أن لآخر 10 آيات من سورة الكهف الثواب الأكبر، كما ورد في الرواية التي أخرجها ابن حبان: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. فلا تحرم نفسك هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، وبادر إلى قراءتها يوم الجمعة.